وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم بيت العيله. اسمحوا لي النهارده ان انا اكون معاكم انا وزميلي العزيز هشام على مدار ساعه ونص هتتنوع فيها الفقرات. النهارده عايزين نتكلم عن مبادره المراه المصريه قصه كفاح ونجاح. عايزين نتكلم عن العنف، ازاي نقدر نرجع السلام المجتمعي ما بين المرأة والرجل، نضع ايدينا على اسباب العنف اللي ممكن يكون بيقع داخل المجتمع، وازاي نقدر ان احنا نعيد اليه يعني خليني اقول انا اسفه الاخلاقيات الجميله اللي للاسف ناس كتير بتتكلم عنها وبتقول ان احنا فقدناها من بعد الثوره. بإذن الله ضيفتنا هتكون دكتور أماني عبد الفتاح، استشاري العنف الأسري وخبير قضايا المرأة العربية من مركز إعداد القادة. أما فقرتنا الثانية فزميلي هشام هيكلمكم عن إرشادات السلامة وقت الزلزال، ويمكن كلنا شايفين الزلازل التي تحدث في تركيا وأيضا في سوريا، وفي بعض الأقاويل اللي بتقول إن هذه الزلازل هتيجي، ولكن بإذن الله مصر آمنة من أي شيء. بس لازم يكون عارفين ازاي نقدر لو حصل حاجة ايه المفروض نعمله عشان نحافظ على نفسنا وعلى حياة الآخرين. فالنهاردة هيكون ضيف زميلي العزيز هشام المهندس طلعت بهلول خبير السلامة المهنية. قبل ما نبتدي مع بعض فقرتنا الأولى تعالوا بينا نشوف التقرير اللي معانا ونرجع لكم تاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. معنا اليوم الصحابي الجليل سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا أنس من الصغار، وكان مشتاقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقال إن الأذن قد تعشق قبل العين، وذلك لأن أمه كانت تقول له كثيرا بحب رسول الله وصفات رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان يريد أن يذهب حتى إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء النبي في الهجرة، وجاءت أمه به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ما من رجل أو امرأة في المدينة إلا وقد أتحفك تحفة، وليس معي شيء أتحفك به يا رسول الله إلا ابني هذا أنس، فهو من الآن سيكون خادمك يا رسول الله. ومن هنا تبدأ قصة سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، فيحكي لنا هذا الموقف العظيم الذي يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لحاجة، وقد عقدت النية أن أذهب وألعب مع الصبيان، فبينما أنا في الطريق وألعب مع الصبيان إذ بي أرى سوادا من خلفي ويأخذ بقفايا ويقول: يا أنيس، هل ذهبت لما أمرتك به؟ فقال: لا يا رسول الله، سوف أذهب. ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فترى هذه الرحمة من النبي مع سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، فتنظر أيضا إلى هذه العلاقة التي صارت بين سيدنا أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو له بهذه الأشياء ببركة في العمر والبركة في الأولاد، حتى يصير من آخر الصحابة موتا قرنا يعيش قرنا من الزمان 100 سنة وزاد عليها 3. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ورجعنا لكم مرة أخرى، وموضوعنا النهاردة على فكرة يا جماعة مهم. يعني الموضوع مش مجرد مبادرة فقط لا غير، يمكن المبادرة جت في وقتها بجد، لأن احنا محتاجين نعيد حساباتنا تاني.
محتاجين نقعد مع انفسنا ونشوف ايه اللي حصل لنا. احنا ليه اتغيرنا بالشكل ده؟ ليه بقى عندنا، يعني انا اسفه لو قلتها، احنا السائق بتاعنا كله طلع بمساوئ الاخلاقيات كلها والعنف والاستبياع، حاجات كده غريبه بتحصل في المجتمع، وكل كلمه نقول اصل العوامل الاقتصاديه. ما تخلينا نقول ان على مر العصور مر على مصر حاجات كتير جدا، مر عليها استعمار، مر علينا احتلال، مر علينا حروب، مر علينا رؤساء كانوا او ملوك كانوا قاسيين جدا مع المجتمع المصري، ولكن برغم من كل ده احنا ما كانش فيه الاخلاقيات المنحدره الى هذا الشكل، او حتى العنف بهذا الشكل. النهارده عايزين نتكلم عن مبادره المراه المصريه، قصه كفاح ونجاح. هنتكلم عن العنف، هنتكلم ازاي نقدر نعيد حلاوه الشعب المصري اللي كانوا بره يقولوا لك ده مفيش احن منه، ده مفيش اطيب من الكلمه الحلوه اللي تاخدها من المصري او من الست المصريه. خلوني ارحب بضيفتي العزيزه دكتور اماني عبد الفتاح، استشاري العنف الاسري وخبيره قضايا المراه العربيه من مركز اعداد القاده. اهلا بيكي معايا. اهلا بيكي يا رينيا، كل سنه وانتم طيبين وانتي طيبه حبيبتي. بمناسبه شهر شعبان، ويا النهارده رب اول يوم ويا رب كلنا يبلغنا رمضان واحنا ان شاء الله في احسن صحه واحسن حال. امين يا رب. بشكرك يا رينيا جدا على المقدمه الجميله اللي انت قلتيها. بس النهارده بقى تعالي نحتفل بالمراه. انا عايزه اتكلم النهارده، انا عاده بتكلم في بيت العيله، ده بيتي التاني زي ما طبعا بقول. ده بيتك وبيت كل ضيوفنا، وانتوا دايما اخواتي، يعني اكيد الطاقم لينا كله. حبيبتي. ميرسي جدا، ويسعدني جدا ان كل مبادره بتخرج على فكره من ماسبيرو، يعني احنا دايما بنحاول نوصل للاسره المصريه كل ما هو جديد داخل المجتمع. فانا الحقيقه بشكركم لان ماسبيرو وبيت العيله متبني القضيه بتاعتي او رسالتي الاجتماعيه الطبيه. النهارده الحقيقه المبادره بتاعتي زي ما انت قلتي كده، عايزين بقى نحتفل بالمرأة، والنهارده هنستعرض نماذج من المرأة، مين هم القطاعات من الستات اللي في المجتمع المصري والعربي. عايزه بس اقول الاول، هتلقي الضوء بقى على النماذج الجميله المشرفه اللي احنا مفتقدينها. شكرا. انا عايزه بقى النهارده اقول ان دي المبادره الخامسه بتاعتي بعد 4 مبادرات على مدى 4 سنين، وفي ال4 سنين انا اتكلمت في بيت العيله على هذه المبادرات. ده شرف لينا طبعا. ميرسي جدا. اول مبادره كانت 2019، كان اسمها اسندي نفسك بنفسك. انا دايما هدف يا رينيا انه الست تعرف تسند نفسها وتجيب حقها، ما تستناش حد يسندها ولا يجيب حقها. فكانت مبادره اسمها اسندي نفسك بنفسك سنه 2019. 2020 سنه الكورونا عملت حاجه اسمها اتعلمي واتكلمي. اتعلمي القراءه والكتابه، اتعلمي حرفه، اتعلمي كل حاجه. استغلي اللي حاصل ده بان انت يبقى في جديد في حياتك. اتعلمي واتكلمي. اتكلمي عن ايه؟ عن ظروفك النفسيه، اتكلمي عن العنف اللي بتتعرضي ليه. سنه 2021 ما وقفتش عند كده، قلت كملي واتطوري. طب اكمل ايه؟ اكمل حلمي، اكمل مشروعي، اعمل مشروع صغير ليا ويبقى هو ليا انا استقلال اقتصادي، اطور من نفسي من امكانياتي علشان انا كمان اعجب جوزي. تعالى نتكلم احنا في بيت العيله انه جوزي بيتطور وانا ما بتطورش، هيبقى في الاخر ايه؟ هيبقى في فجوه ما بين الاثنين. ايوه بالظبط، فجوه ما بين الاثنين. وجوزي يقول لك والله انت ما بتتطوريش، طب انا هدور على حد تاني بقى يماثلني مش فكريا. بس الاولاد بالظبط. فقلت لا، طوري من امكانياتك. ودلوقتي احنا بنتكلم على النت، الوجه الايجابي للسوشيال ميديا. اتعلمي، خدي كورسات. بالظبط. طيب السنه اللي بعديها 2022 الحقيقه لقيت نسبه الطلاق عاليه جدا، فعملت مبادره اسمها ايه؟ فكري قبل ما تتجوزي، فكري قبل ما تندمي. اختاري، اهم حاجه اختاري. شكرا صح. شكرا. يعني هي دي اهم حاجه. شكرا. اختاري شريك الحياه، وخلي بالك. وكنت عشان الرجاله زعلوا مني ساعتها وقلت طب فكر قبل ما تتجوز، فكر قبل ما تندم، للرجاله والستات. قلت كمان انه نفكر يا جماعه بنختار على اساس ايه؟ التوافق الثقافي الاجتماعي، عايزين علامات الخطر، الامراض النفسيه. عشان كده انا فرحانه جدا بالقانون الجديد اللي ان هو هيتم الكشف الطبي والنفسي عن مقبلين على الزواج. النهارده بقى مع الحاله الاقتصاديه الكبيره اللي احنا فيها والصعبه وظروف العالم والكوارث، قلت لا، تعالى بقى نحيي الست. قصه مشوار الست المصريه اللي هي حضرتك وحضرتي والمعدات والطبيبات والمهندسات قوي نماذج، والله عندنا جمال جدا هنستعرضهم النهارده. عايزين نلقي التحيه على النماذج الايجابيه. أكيد. انا عندي 10 نماذج عايزه القي اللي هو التحيه، مش بس التحيه. عايزين نستعرض مشاكلهم، عايزين نلقي الضوء على
هذه النماذج كفايه بقى صوره المراه اللي هي الوحشه، المراه المصريه الخبيثه اللي مش عارفه بتخطف الرجال، كفايه النماذج السيئه. تعالوا نشوف النماذج الحلوه للست. دي على فكرة أوحش حاجة يا جماعة، إن إحنا دايما بندور على النماذج السيئة في بالظبط. حياتنا، ونحاول إن إحنا نستعرضها كأننا بنعلم الباقي، شوفوا دول عملوا إيه عشان تعملوا زيهم. ما تخلونا نطلع الحلو عشان نقدر نقدر نشوف الحلو مع كل الأجيال القادمة. ما ينفعش إن أنا دايما أعمل فوكس على القضايا السيئة ويبقى هو ده المجتمع المصري اللي بنظهره للعالم الخارجي. بالظبط، انت تقولي جمله مهمه قوي، نماذج سيئه. هو المجتمع مليان بس ستات نماذج طبعاً، سيئه، لا والله. ولا في حضرتك نماذج مضيئه جدا. احنا عايزين بقى في الدراما بتاعتنا وفي الاعلام بتاعنا نقول ان في نماذج، احنا واقعيين على طبعاً. فكره. وانا ما بحبش كطبيبه شرعيه ما بحبش ادفن راسي في الرمله، بحب اقول ان في نماذج كويسه وفي كمان نماذج وحشه، بس اعرض الاثنين على بعض واعرضهم على المجتمع وهم يختاروا. بالظبط. شوفي دي اخرتها ايه وشوفي دي اخرتها ايه. طيب اول نموذج عايزه اتكلم عليه هي نموذج الست اللي اختارت يا رينيا تقعد في البيت مش هتشتغل، بس بقى بجمله مهمه قوي بمحض ارادتها يا رينيا، مش مجبرة. مش مجبره. الست اللي بتقعد في البيت تختار بيتها وجوزها، الف تحيه والف سلام، لان دي على فكره مسؤوليه شاقه جدا. اوعي تكوني فاكرين انه احنا عشان احنا سيدات عاملات يعني ان الست اللي بتقعد في البيت دي ما وراهاش حاجه. الست اللي بتقعد في البيت دي عليها مسؤوليات كبيره جدا وجسيمه جدا، كفايه انها بتربي ولادها، كفايه انها بتاخد بالها من جوزها ومن بيتها، بس اهم حاجه انها تكون بمحض ارادتها. بالظبط. يعني ما حدش يجبرك تقعدي في البيت، انت تختاري. لازم انت تكوني مقتنعه مقتنعة ان انا هقعد عشان دي المهمه اللي انا عايزاها، اللي انا اخترتها بالظبط. والمهمه اللي انا هقولي رعايتي بيها عشان اطلع مجتمع او اطلع شباب او اطفال اسوياء. على فكره بالظبط كده. هدف الجواز يا ريني دايما اقوله مش ست وراجل بس يا جماعه، هدف الجواز ان احنا نطلع عيال اسوياء، عايزين نطلع اطفال اسوياء، مش عايزين نطلع اطفال مجرمين ولا اطفال ارهابيين ولا اطفال بيكرهوا المجتمع. احنا عايزين نطلع اطفال بيحبوا المجتمع، بيخدموا مجتمعهم، وده هيبقى نابع من الاب والام ومن بالظبط. علاقتهم ببعض. ادي اول نموذج. طيب تاني نموذج الست بقى اللي اختارت تشتغل، اللي هو حضرتك وحضرتي وملايين من السيدات في كل القطاعات. اخترنا ان احنا نشتغل، وبنعمل ايه يا رينيا؟ بنعمل مجهود فظيع ان احنا نوفق ما بين بيتنا وما بين طبعا وما بين عملنا. احنا لينا دور خارج المنزل، يعني انا كطبيبه اتخذت على عاتقي بالاضافه الى ان انا اكون استاذه جامعيه ان انا هعمل توعيه بقضايا العنف الاسري. ليه؟ لان الماجستير بتاعي كان العنف الاسري. فقلت طب حلو قوي الماجستير بتاعي انا خدته وترقيت بيه، هل ده بس كافي ولا انا ليا دور تجاه مجتمعي كدكتوره؟ فاخترت قضيتي او رسالتي التوعويه بقضايا العنف الاسري، جميع بقى جميل. القضايا، التحرش والختان والاغتصاب كل ده والعنف الزوجي. إذا إحنا وعلى فكرة زي ملايين من الستات بنبذل يعني قصارى جهدنا إن إحنا نحاول نعمل توازن ما بين دورنا في بيتنا مع أولادنا ومع ناحية أزواجنا، وفي نفس الوقت دورنا بره. ودي النقطه اللي عايزين نعمل عليها فوكس. مش آه. معنى ان دكتور وجامعيه وليها رساله عايزه تؤديها او ليها يعني هدف معين عايزه توصل له ان هي هتهمل ولادها. لا، لو لقيتوا ان انتوا هتهملوا، انا اسفه يعني، لو طبعاً. لقيتي ان انت هتهملي ولادك او ان انت هتهملي بيتك، نصيحتي ليكوا لا اقعدي. يعني شوفي انهي الاولى، انك ولادك تربيهم صح وتطلعي جيل كويس، ولا يكون لي اسم واطلع برساله وفي الاخر افقد ولادي، ولا غلط؟ لا. اصل في ناس تقول لك اصل شغلي بصي هقول لك على حاجة يا رينيا، هي مراحل في الحياة وهي اختيارات أولويات في الحياة، واحنا اتعلمنا ان احنا نختار اولوياتنا. يعني لما يكون الاطفال صغيرين طبعا دي هتقعدي هم معاهم، الأساس، ما ده اللي أنا طبعاً. بقوله. لكن لما بيكبروا شويه بيبتدوا يعتمدوا على نفسهم، يبقى انت عندك وقت فراغ، اذا ممكن تشتغلي. بس برضو لازم تتابعيهم حتى وانت بتشتغلي. طبعا الاولويات والمراحل في الحياه بالظبط. مهمه جدا. انا ليه بقول لحضرتك؟ لان في سيدات كتير جدا بتقتنع خلاص انا ربيت اول سنتين ثلاثه دخلوا المدرسه، منهم للمدرسه او للداده، وانا بقى اشوف طريقي عشان ابقى دكتور او ابقى مهندسه او لا أو لا للاسف يا رينيا مش الزمن ده. الزمن ده محتاج عينيكي على اولادك وعينيكي على جوزك على فكره، عشان برضه بنتكلم عن الرجاله. ما هو انت عينيكي برضه على لازم تاخدي جوزك. بالك منه، ده حقك عليكي. طبعا انا قصدي انها اختيارات مراحل في الحياه واولويات في الحياه. تعالي نتكلم عن نموذج ثالث من الستات وده انا بحبه قوي جدا. انا بحب الستات الناجحات النشيطات المتفوقات.
هو كل ستات يا رينيا بتشتغل عشان خاطر الفلوس؟ لا. لا، في ستات بتشتغل لانها شاطره، وده كان حوار على احد مواقع التواصل الاجتماعي انا يعني قمت بالرد عليه، انه احنا هل في قطاع من الستات طبعا بيشتغل وهنتكلم عليه المره اللي جايه، اللي هي القطاع اللي بيشتغل عشان خاطر الفلوس، لكن في ستات متفوقات عندها طموح، دول انا بحييهم. موجودين فين؟ في الاعلام، في الطب، في الهندسه، في القضاء، في الطيران. لسه كنت بتفرج على برنامج في سيدات موجودين في سويسرا بيعملوا برنامج فيزياء نوويه. ما شاء الله على هذا التفوق. هل الستات دول بيؤدوا دور رائع؟ مش بس طبعاً، مش ده بس ممتاز. مش بس لخدمة ليهم. البشرية شكراً، كلها. ولخدمه بلدهم. طبعاً. لما يتقال ان هذا المشروع بيتعمل بايادي طبيبات مصرية، او دي دكاتره حاجة ممتازة. مصريات، اذا في طبعاً. ستات بتشتغل من اجل تحقيق الطموح، وده مش عيب طالما مش هيجي على بيتك او هيجي على اولادك، او يمكن هي لسه ما اتجوزتش مثلا، لسه في بدايه ما قبل الجواز، اذا ليها مطلق الحريه انها تشتغل زي ما هي عايزه. فانا بحيي هذا القطاع من السيدات الطموحات، ولازم نحترم دول جداً. اللي بيشتغلوا من اجل تحقيق الطموح والنجاح، وده مش عيب. النموذج بقى الحقيقه الرابع، الستات اللي بتشتغل عشان تساعد جوازتها. دي في موجودة الظروف. كتير في المجتمع المصري وبنشوفها. لا، دي الاغلبيه بقى يا ريم. اذا كانت في سيدات بتشتغل من اجل تحقيق الطموح، مش محتاجين الفلوس، مش محتاجين مرتب، ولكن بيشتغلوا من اجل تحقيق الطموح او النجاح اللي هو الكاريري او النجاح المستقبل. في ستات كثيره جدا بتخرج للعمل علشان تساعد جوزها، علشان تحسن الظروف المعيشيه لبيتها ولاولادها. نعم. كلنا يا رينيا لامسين دلوقتي الظروف الاقتصاديه الصعبه. طبعا. كل راجل بيسيب لمراته الصبح، بنتكلم في بيت العيله، بنتكلم بالبلدي كده، لا عادي. سايب بالظبط. لها اللي يقدر مبلغ، يسيبه. سايب لها مبلغ من المال. مين اللي بيدبر؟ الست. مين اللي بتشتري الاولويات النهارده وبعدين تاجل حاجات لبكره؟ طب هنشتري لحمه الاسبوع ده، طب الاسبوع اللي جاي هنشتري زيت والسكر. مين العقل المدبر؟ مين الحكومه اللي في البيت؟ بالظبط. هي الست. الست طبعا. طيب الست دي الفلوس اللي جايه قليله، وبالتالي هي بتخرج للعمل علشان تساعد جوزها، وقد يكون جوزها ده مريض، وقد يكون جوزها ده وشفنا حالات عاجز. كتير قوي بالظبط. بهذا الشكل. بهذا الشكل يعني. ودول الاغلبيه. لازم احنا نتكلم في بيت العيله، بنتكلم على الواقع في المجتمع المصري ويمكن والعربي. في جولات سياده الرئيس احنا شفنا بعض السيدات اللي سياده الرئيس كرمهم، وكانوا ممكن يخرجوا للعمل ويمسحوا عماير. بالظبط. ممكن تلم يعني القاذورات من الشارع لمجرد ان هي هتعرف تجيب فلوس، ما بتدورش انا هشتغل ايه، بتدور هي هترجع بكام. طبعا المهم ان هو يكون شغل حلال. بس هترجع بكام عشان تاكل عيالها. يعني يمكن لسه كان سيده قابلها سياده الرئيس من اسبوع، سيده كانت قاعده بتاكل عيش حاف، جابت الفطار لاولادها، مسحت العماره، خدت الفلوس، جابت الاكل لاولادها، قالت لهم لا انا شبعانه. فوجئ بيا سياده الرئيس قاعده بتاكل عيش ناشف. وزيهم كتير كتير قوي. زي الست المصريه عظيمه. لا، وعايزه اقول لك انها بتقتحم حاجات. يعني يمكن هي مثلا تشوف مثلا الستات اللي بيسوقوا ميكروباصات، او اللي بيبيعوا حاجات في الشارع، بيعملوا حاجات في البيت اكل وبيبيعوه في الشارع، او على باب مثلا النوادي او العمل للسيدات عشان يشتروا منهم. الست ذكيه جدا، الست المصريه. دايما اقول ليه يا رينيا سوري بعمل مبادرات للست المصريه، لاني انا معجبه بست، والله مش تحيز. لا، لان هي فعلا عندها عارفه حماس، وعندها قوه اراده ان هي هتوصل. عارفه انا هشتغل وهوصل. انا بغزل برجل حمار. بالظبط. احنا كنا زمان صح كده. بالظبط. بنسمع ده مثل حقيقي ده. على فكره. انها باقل القليل عارفه يقول لك تعمل من فسيخ شربات. بالظبط. وهي بتعمل ده. هتاكل عيالها وهتشتغل مهما كان الشغل صعب عليها، لكن زي ما انت قلتي لازم يكون حلال. لكن بتساعد جوزها، ودول اغلبيه. فالف سلام وتحيه لهذه النماذج يعني من السيدات. فعلا هم دول اللي بيشرفونا. طبعا. النموذج بقى اللي جاي او الخامس ده انا بنتمي اليه يا رينيا، وهو نموذج السيدات في الجامعه. الجامعيات. احنا عندنا عميدات، عندنا رئيسات لاقسام في مختلف الاقسام في الطب والهندسه على مستوى الجامعات كلها. قد ايه الستات شاطره، وقد ايه الستات لما بتمسك مركز او بتمسك منصب بتبقى قده، بل انها بتأدي يعني اكتر من طاقتها. انت عارفه ان السيده الجامعيه بتدي من اول ما بتشتغل معيده وهي مثلا عندها 25 سنه لغايه ما بعد المعاش. علمت كام جيل تتلمذ على ايديها. انا بفخر ان انا بنتمي طبعا انا منتمي لطب دي حاجه جميله جدا على فكره. كارير الجامعه ده جميل وانا بفخر بتلامذتي، وبفخر ان انا علمت ناس كتير وقابلهم في مختلف القطاعات، طبعا زي ملايين من السيدات في مختلف الجامعات. ولكن هذا قطاع على فكره، دول سيدات على فكره متزوجات،
عندهم اولاد طموحات، بيشتغلوا في دورهم في الجامعه ودورهم في البيت وبيقوموا بالبحث العلمي. على فكره إحنا هم عندنا- دول القدوه اللي احنا بنقول عليها احنا مفتقدين القدوه. لا احنا موجود، بس أيوة. احنا اللي ما بنبصش. احنا للاسف عينينا بتجيب لحاجات تانية. بالظبط. بس احنا عندنا في الجامعات المصريه دكاتره واساتذه وعميدات زي ما حضرتك قلتي. يعني انا افتكر لما كنت في الجامعه عندي، انا لحد دلوقتي عمري ما هنسى الدكتوره بتاعتي. انا كنت بحب ابص كده على ادبها، اسلوبها، طريقه طريقتها. ردها. هي كانت شخصيه قويه جدا، كان بتعجبني قوتها. ويعني بصي كنت اقعد كده مجرد ان انا عايزه اتفرج عليها، شوفي انت اتعلم بس. انت بتقولي ايه، واحنا كلنا كده في حياتنا، كلنا مرت علينا. ايوه كلنا، مرت هم علينا. دول القدوه اللي احنا عايزين أيوة. نبصوا عليها. انا شكرا بقى يا رينيا، احنا عايزين النهارده نلقي الضوء يا جماعه، دول اللي يتعمل بيهم الافلام، ودول اللي يتعمل بيهم القضايا، ودول اللي احنا نتكلم عليهم في الاعلام بتاعنا، مش النماذج السيئه فقط ولكن النماذج المضيئه اللي تدي امل. على فكره للبنات الجداد، البنات الجداد اتعقدوا من الجواز ومن النماذج السيئه، لان احنا بنجيب نماذج، معلش احنا بنجيب البلطجي، أيوة. بنجيب الشمحتي، أيوة. اللي بيضرب واللي بيعمل واجيبه واظهره. طب ليه ما اجيبش استاذ الجامعه المحترم او استاذه الجامعه أو ست المؤدبه، البيت، اسلوبها أو ست البيت، أو او المرأة ست البيت المعيلة، على رايك، أو زي ما كانوا ادبائنا بيعملوا زمان. عارفه ان ايه اللي مأثر فيا قوي يا رينيا؟ ضمير قبل حكمت. انا بحبها جدا. هذا المسلسل اللي ادى كميه قيم من خلال ابله حكمت اللي هي مديره مدرسه، ولكن بتحصل كل المشاكل، لكن شوفي ادارتها لهذه المشاكل. احنا محتاجين النماذج دي في حياتنا، مش محتاجين النماذج السيئه. تعالي نتكلم على نموذج تاني، المراه المعيله. والحقيقه اخر احصائيه بيقول ان احنا حسب الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيقول ان احنا عندنا 3.3 مليون امراه معيله. للأسف 13% من الاسر المصريه تعولها امراه. بالظبط. المراه دي قد تكون ايه يا رينيا؟ قد تكون انها جوزها متوفي، مطلقه، او جوزها هاجرها، او حتى قد تكون متزوجه ولكن جوزها تعبان، جوزها مريض، بتضطر ان هي اللي عاجز. تعول الاسره، هي اللي بتعول الاسره. دول اللي احنا عايزين نسلط ده. محتاجين يا جماعه دعم نفسي. والله وساعات الجده، ويمكن ده برضه شفناه في التقدم للكليه الحربيه لما سياده الرئيس قابل الجده العظيمه اللي ربت ولاد ابنها بعد ما ابنها وبنتها مرات ابنها ماتوا. هي اللي ربت الاولاد. برضه عندنا جدات يعني جمال جدا بيقوموا بدور بالصراحه. انا شهادتي مجروحه يا رينيا، لان انا ليا جده ليها فضل، لها كل الفضل بعد ربنا عليا. يعني انا ليا جده تعليمها ابتدائي، ولكن هي علمت مش مهندسين واطباء، وعلمت الاحفاد اللي هو احنا. وبقول لها لو كنت كملتي كنت زمانك بقيتي وزيره. فانا طبعا ما هم دول على فكره الوزيرات بجد. الوزيرات يعني بجد. انا عايزه اقول لك لما جت الكاميرا على هذه السيده واتكلمت عن كفاحها، وزي هي يعني سيده عجوزه جدا وبتقعد تبيع الخضار عشان تربي ولاد ابنها لغايه ما وصلته ان هو نجح في الثانويه العامه، وكمان بيقدم وامنيه حياتها ان هي توصله ان هو يحمي مصر، ان هو يعني يكون واحد من ابناء مصر داخل مصر. طبعا دي حاجه جميله. دي بتفخري بيها وانت بتتفرجي عليها جدا. الحقيقه نماذج رائعه، وهي دي اللي احنا المفروض نسلط عليها الضوء. نرجع بقى للمراه المعيله دي، محتاجه دعم نفسي. خلي بالك ان دي ست لوحدها بتعول اسره لوحدها، ومحتاجه الاهم والاهم في ظل الظروف اللي احنا فيها دعم اقتصادي. محتاجه ان احنا نديها مشروعات صغيره، مش يا جماعه نساعدها بالفلوس، لان الفلوس بتخلص على فكره، لكن تتعلم حرفه او تشتغل في مشروع تجيب منه فلوس تصرف بيه على اولادها. اذا محتاجه دعم نفسي، محتاجه دعم اقتصادي. منين بقى يا رينيا؟ محتاجين من الدوله، المؤسسات، المجلس القومي للمرأة، ومحتاجين احنا كمان كأفراد لو لقينا واحدة زي كده ان احنا نحاول نساعدها، ان احنا نشغلها. ما تديش فلوس يعني. بالزبط. انا من رايي انتوا خايفين لا يكونوا ناس متسولين. طيب شغلوهم، اعرضوا عليهم شغل. بالظبط. بس بلاش تدوا فلوس، لان زي ما انت قلتي دي برضو بقت مهنه من لا مهنه له. بالظبط كده. لكن احنا نعلمها، مش ان احنا نعلمها تسول، لكن نعلمها انها تشتغل. لان على فكره الفلوس بتخلص، واللي بيديكي النهارده ممكن ما يبقاش معاه يديكي بكره. لكن لو انت اشتغلتي في حرفه او مشروع اللي يسموها مشروعات الصغيره، اللي هي زي ان احنا تبيع اكل او تعمل حاجه يدويه في البيت وتبيعها. وعلى فكره كم المعارض اللي فيها مرأة معيله كتيره جدا كتير جدا، وبيعملوا حاجات ومعارض حلوه على فكره جدا. انا بحب المعارض اليدويه جدا، لان بحس انها تعبانه فيها. بتلاقي فعلا، وهي دي الايدي العامله اللي احنا افتقدناها. بالظبط. احنا نحاول نشوفها، يا ريت نشغل المرأة المعيله. عايزه بقى اتكلم على النموذج اللي يخصني انا في الطب الشرعي. نعم. الست يا رينيا اللي واجهت جميع انواع العنف وما دفنتش. مهنتك صعبه جدا. وما دفنتش راسها في الرمله.
تعرضت لعنف، تحرش بانواعه، لفظي، جسدي، جنسي، وما خبتش وما سكتتش وما سمعتش كلام اللي بيقول لها لا ما تتكلميش، لا مش عارفه خافي على نفسك، وراحت بلغت. ليه لما نبلغ ده مهم؟ لان ده بيخلي المتحرش يخاف، ويخلي الناس التانية تفكر 1000 مره قبل ما تمد ايديها على واحده ست، او تقول لفظ على واحده ست، او اللي طالع بقى موضه واللي خلى بنات كتير جدا ينتحروا، التنمر الالكتروني. خلينا نقول، انا اسفه انا هعترض على جزئيه معينه. احنا محتاجين كمجتمع ان احنا نوعي نفسنا بطلوا تنمر. لان احنا عندنا مشكله قاتله، ان الراجل لو طلع اتكلم ده راجل فاحنا بنصدقه وهو صح، ونبتدي حاله من التنمر على الست. هل انتوا تعرفوا الخلفيات اللي حصلت؟ يعني ده القضاء نفسه، القاضي لما بيقعد على المنصه ما بيقدرش يقول مين متهم ومين يعني مظلوم الا لما ما يقرا القضيه كلها كامله. احنا كمجتمع ما بنعملش ده، احنا بنهاجم. لا، عايزه اقول لك بقى على حاجه من خلال بقى شغلي. الف تحيه للنائب العام. لا دي شابولي. ليه بقى؟ هقول لك ليه بقى. انا من خلال بقى شغلي في القضايا العنف الاسري، دلوقتي مجرد ما بنت بتعرض فيديو تم التحرش بيها، النائب العام عنده فريق قاعد على السوشيال ميديا بيتم التحقيق في جميع القضايا اللي بيتم وعلى فكره لو حاولتي بتقابليه صدقيني بكل سهوله، وخلال 24 ساعه بيتم القبض على المتحرش. الحقيقه احنا تطورنا جدا في موضوع يعني اللي عندها مشكله اللي عندها ومش مشكلة عايزه تعرضها على السوشيال ميديا، انا بقول لكم روحوا واطلبوا مقابلته. هتقعدوا ايه ساعه؟ هيبقى هو مشغول، ما جراش حاجه يعني، ما انت رايحه تعرضي مشكلتك. روحوا واقعدوا وصدقوني يا هو هيقابلكوا يا هيخلي حد من اعضاء مكتبه يقابلكوا كأن المشكله وصلت له برضه. وعايزين نقول حاجه مهمه قوي، ان في سريه تامه جدا. البنات بتخاف عشان التفاصيل بتاعتها. لو طلبوا ان ما حدش يعرف لا هو ده في قانون جديد، هو قانون سريه اللي هو تم التحرش بيهم، السريه الكامله. ولكن انا بقول الف سلام وتحيه للستات اللي بتتعرض للعنف وما بتسكتش على حقها وقدروا يتكلموا. والحقيقه ده كان هدفي في الاربع مبادرات اللي فاتوا، ان انا هتتكلم عن العنف، انها تبلغ عن العنف سواء كان في داخل الجامعه. لا الستات دلوقتي بقت تتكلم صدقيني، ما بقوش يسكتوا. والله يا ريني انا فرحانه لانه الحمد لله وشكر لله ده نتيجه شغل كتير انا اشتغلته على الارض. بصي الست لما كانت بتسكت كانت بتبقى خايفه من ان هي المجتمع يهينها، بس لما لقت كتر الاهانات جايه من المجتمع ومن هذا الشخص اللي بيأذيها، قررت ان هي اذيه باذيه، لا اخد حقي احسن. لا وهي لازم تاخد حقها، علشان على فكره يا جماعه في بنات تانية بتتعرض ليكي زي كده، صح. فلو انت بلغتي عن المتحرش ده، مش لازم يكون متحرش، العنف الاسري ممكن يكون داخل المنزل، ممكن يكون اخ بيضرب، ممكن يكون زوج بيهين او بيضرب او الموضوع مش جسد على فكره، ده بالكلمه. طبعا ما هو ده اسمه التحرش اللفظي او العنف اللفظي او العنف النفسي. خلي بالك ان ده العنف النفسي ده مش لازم يا رينيا يبقى يكون تقولي كلام تقيل، لكن ممكن تنظري نظره احتقار تخلي الست دي ما بتنامش مثلا، ممكن توصلي ناس ان هي تنتحر بالظبط كده. يعني وفي حالات انتحار حصلت طبعا كتير. دايما بقول في لحظه في شعره ما بين الاكتئاب والانتحار، وعشان كده دايما اقول لو اي ست عندك في البيت، اختك، والدتك، مراتك، قالت انها مكتئبه، ما تهملش هذا العرض، هذا عرض لمرض، وديها لدكتور نفسي شوف هي متضايقه من ايه. الاكتئاب يا جماعه مش رفاهيه، يعني ما حدش يقول اصلا احنا بقى في ظل الظروف الصعبه. الاكتئاب مش الاكتئاب مرض وله علاج. ودايما لازم نعرف ان هذا الشخص المتنمر او الشخص المتحرش ما هو الا شخصيه مريضه، يعني مش حد جامد ولا حد شخصيته قويه، بل بالعكس هو شخصيه ضعيفه جدا بيحاول يثبت شخصيته عن طريق عمليه التحرش او عمليه التنمر. عشان بس في ناس بتبقى خايفه منهم. لا ده على فكره انا دايما بقول ده اجمل من الجبن. يعني انت لو دلوقتي حد تحرش بيكي في الشارع عارفه لو صوتك عالي بالظبط، هو اللي كان زمان البنات بتجري منه. لكن لو لفيتي وحطيتي عينك في عينه وزعقتي ولميتي عليه كل حواليه، على فكره هو اللي هيجري. وانا بقول حاجه حلوه قوي، الوجه الحلو اللي السوشيال ميديا بتكلم عليه، الكاميرا يا جماعه بنوثق بيها لحظات الحلوه في حياتنا
وبنوثق فيها برضو لحظات التحرش. بالظبط. افتحي الكاميرا واطلبي الاغاثه من اصحابك على الفيسبوك. وعلى فكره اي فيديو بيتم ان هو فيه ان هو بيهتموا بيه على فكره النايب جدا. العام بيهتم بيه فورا. بالظبط. عايزه اقول بقى بيه جداً. حاجه، طب هل احنا بنتكلم مثلا عن العنف او التحرش ده مش موجود في دراسه؟ طبعا انا دكتوره بحب قوي الدراسات اللي هي طبعا اكيد. من المجلس القومي للمراه بالتعاون مع حاجه اسمها المركز البحوث الجنائيه والاجتماعيه. نعم. الدراسه دي قالت ايه سنه 2021 يا رينيا؟ قالت ان 80% من السيدات في هذه الدراسه بيتعرضوا للعنف الاسري. 80%. طيب ايه اشهر انواع بيتعرضوا لها الستات المتزوجات؟ العنف الزوجي. طيب 70% من السيدات اللي داخل هذه الدراسه تعرضوا للتحرش بمختلف انواعه، اللي هو اللفظي او الجسدي او الجنسي بجميع انواعه. طب فين اكتر مكان بيتعرضوا فيه للتحرش؟ الشارع والعمل. الشارع والعمل. فبقول لكل بنت اللي هو طبعا في العلن فمش قادره تتكلم، بالظبط. وفي العمل عشان خايفه ان هي تفقد رزقها. لكن انا بقول ان احنا الحمد لله على مدى سنين طويله اشتغلنا على توعيه البنات بان احنا بنكافح العنف او بنواجه العنف، ودي درجه اعلى كمان من ان احنا نواجه العنف. صوتنا عالي، بنبلغ داخل الجامعه، في حاجه اسمها وحده مناهضه العنف داخل كل الجامعات. كل جامعه ليها. ودلوقتي البنات بقوا يصوروا، يعني انا فاكره ان في فتيات كتير جدا صوروا عمليات تحرش بالظبط كده لاخريات مش لنفسهم. بالظبط كده. ونزلوا وقالوا يا جماعه في كذا، ودي حاجه طبعا ممتازه. ده بقول الوجه الجميل للسوشيال ميديا. احنا متفقين ان في وجه قبيح جدا للسوشيال ميديا، مش هنتكلم عليه النهارده. لا 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 هنتكلم عن الحاجات الحلوه عليه، احنا اتكلمنا قبل كده ده كتير. الوجه الجميل. طيب اخر بقى حاجه في البند بتاع المبادره، انه انا بوجه التحيه لكل اسره داعمه لبنتها. يا جماعه البنت أسرتها يبتدي الدعم من الأب والأم. انظروا للبنت نظرة مختلفة. البنت شاطرة، البنت طموحة، البنت ممكن تبقى إعلامية جميلة، ممكن تبقى طبيبة، مهندسة، رائدة فضاء، قاضية، وكيلة نيابة. احنا شفنا لأول مرة كانت في ست وكيلة نيابة لأول مرة في تاريخ النيابة المصرية. حاجة ممتازة. حاجة جميلة جدا. إذا يا جماعة ادعموا البنات. عايزة كمان أشكر عشان الرجالة ما يقولوش إن احنا بس غادية صف الستات. كل زوج داعم لمراته، مؤمن بنجاحها، مؤمن بطموحها، مؤمن انها ممكن تعمل حاجه، مش بيغير من نجاحها، بل بالعكس بيساندها ويساعدها في البيت. طول ما هي هذا الزوج الداعم، طول ما هي كمان واخده بالها منه ومأديه دورها داخل البيت. بصي، الزوج لما يكون شخصيه ناجحه، شخصيه عقلانيه، شخصيه قويه، عمره ما يغير من الست. اللي هيغير من مراته تأكدي ان هو مش عارف يوصل لحلمه، عارفه، فبالتالي مش عايزها تبقى اقوى منه. في ده يقول لك ايه، الشخص الواثق في نفسه بيدعم الاخرين، الغير واثق في نفسه هو اللي ما بيدعمش الاخرين. بالزبط. ليه بيخافوا من نجاح الست؟ مع ان الست نجاحها ده هينعكس على سعاده، هتنعكس عليك انت بالظبط، وهتنعكس على اولادها. ونرجع نقول تاني عشان ما يقولوا ما يرموناش، لا، طول ما هي مأديه دورها كويس جدا ناحيه بيتها وناحيه اولادها. بالظبط كده. وبرضه عايزين نتكلم عن جزئيه معينه. انت بتقولي ان الاسره تدعم بناتها. الدكتور مقصودها بان انتوا تدعموا بناتكم مش مجرد تدعيم ان انتوا ماديات، او ان هي ما احنا علمناها لغايه ما وصلت لمرحله الشغل، ومش عايزين نفضل حاطين لبناتنا ان الجواز هو ده اخر حاجه في حياتنا. بالظبط. معلش، النقطه دي انا شفتها يا جماعه بتدمر بنات كتير جدا. صدقيني انا لما كنت في العمره فوجئت بواحده منهاره نفسيا لان اهلها اقنعوها ان الجواز هو ده الاساس، والبنت ما اتجوزتش وسنا كبيره، فكانت معقده وفي حاله من الانهيار. والله يا رينيا انت يعني ودكتوره جامعه على فكره، عايزه اقول لك على يعني حاجه، ده وجعني. انت لمستي نقطه مهمه قوي الحقيقه. في نموذج من البنات ما اتكلمتش عليه، نسيته يعني. الستات المطلقات والبنات اللي هو تاخر جوازهم نتيجه لظروف كتيره جامده، صدقيني جدا، وبيواجهوا تنمر من المجتمع ومن الاهل فظيع. الف سلام وتحيه للسيدات دول اللي بيواجهوا التنمر وماشيين في طريقهم وبيحققوا نجاحهم، لان زي ما انت قلتي الجواز مش نهايه المطاف ولا هو حلم الاحلام. الجواز هو رزق من عند ربنا في الاول وفي الاخر، فهو ربنا هيجيبه في الوقت المناسب. ثانيا انا مش هفضل قاعده حاطه ايدي على خدي ومستنيه العريس، انا بشتغل وببني نفسي، ببني مستقبلي لغايه ما يجي اللي يقدرني. عشان كده عملت مبادره السنه اللي فاتت اسمها فكري قبل ما تتجوزي، فكري قبل ما تندمي. احنا مش بنتجوز يا جماعه لمجرد الجواز، احنا بنتجوز المناسب، الشريك المناسب اللي هو زي ما احنا كده بنقول اللي هو هيكملني. ومش معنى ان انت ما اتجوزتيش
ان انت كده شخصيه فاشله. لا، انا ممكن اكون شخصيه ناجحه جدا، بالظبط. شخصيه عالميه جدا مفيده للمجتمع، ولكن انا مش عايزه اتجوز. زي ما في رجاله كتير تقول لك انا عايش حياتي، انا مش عايزه اتجوز، ليه اقرف نفسي بمسؤوليات؟ برضو في ستات مش شرط تتجوز، بس هي ماشيه في طريق العلم والمعرفه والعمل، وده حقهم يا جماعه. او يا رينيا مش لاقيه الشخص المناسب. بالظبط، مش لازم ودي تكون ما يعيبهاش على يعني فكره. احنا لا خالص، انا بقول انه كل ست بتفكر في الجواز، واحنا لازم نكون واقعيين. بالظبط. كل بناتنا او كل ستات بس سيداتنا. افرضي ما فيش نصيب، ده مش أيوة. معناه ان المجتمع لا. عشان كده يعني بقول ده يتنمر نموذج عليها. من البنات اللي احنا بنوجه له الف سلام وتحيه، اللي قادر يكمل في وسط هذا الضغط العصبي الهائل من كل اللي حواليه. عارفه اللي هو هتتجوزي امتى، هنفرح بيكي امتى، عارفه والله انت عارفه البنوته اللي بقولك عليها دي خريجه جامعه ودكتوره وزي القمر، بس النصيب لسه ما جاش. لو تشوفيها هي منهاره عشان عيلتها كلهم بيقولوا لها انت ليه ما اتجوزتيش. بالظبط كده. طب ليه نوصل بناتنا لهذا الانهيار؟ طب ما احنا ندعمهم نفسيا، وقت النصيب جالها نصيب، اهلا وسهلا، ما جالهاش خلاص. انا بقول انه بدايه الدعم يا رينيا هو التعليم. ده التعليم ده اساسي. يعني بدايه دعم البنت، علم ثم علم ثم علم. ليه؟ لان البنت المتعلمه هو ده السلاح اللي هتقدري تعيشي بيه وتواجهي بيه المجتمع وتنفع نفسها. بالظبط. لانه حتى لو اتجوزت وما حصلش نصيب، ايه اللي هينفعها؟ هتقدر تشتغل تعليمها وشغلها. انا دايما اقول صح. الامان بعد ربنا لكل بنت، الامان بعد ربنا سبحانه وتعالى لكل بنت هو تعليمها، سلاحها هو بالظبط. تعليمها وشغلها. ممكن اسيب شغلي في وقت من الاوقات عشان خاطر بيتي، ولكن لو ما حصلش نصيب، او لو الزوج ده طلع انسان مش كويس. حبيبتي بلاش طلاق، خلينا نقول توفاه الله. هتصرفي على اولادك ازاي؟ بالظبط. لازم هتنزلي تشتغلي. طب هتنزلي تشتغلي ازاي لو انت مش متعلمه؟ انا الحقيقه يعني انا من انصار، لو كرايي كدكتوره اماني عبد الفتاح، انا من انصار العمل للبنت. ليه؟ لانه ممكن اوقف شغل فتره من الاوقات عشان خاطر وجود اطفال، لكن ما اوقفش شغلي طول العمر. لان الشغل ده على فكره مش بس هو فلوس، ومش بس هو امان للست، هو شغل، هو اشغال لجزء من وقت فراغها. طب لما اولادك يكبروا ويبقوا مش محتاجينك هتعملي ايه؟ هتقعدي في البيت تعملي ايه؟ وعشان كده كان في ستات كتير جدا بتكتئب ونفسيا يتعبوا، او ستات تلاقيهم بيقوموا الدنيا بين الازواج لانها فاضيه ما وراش حاجه. عايزه اقول يعني انهي مبادرتي بان انا بقول ان في سيده، لكل ست بقى فقد الامل، لكل ست شايفه انها خلاص كبرت او راحت عليها، في سيده فوق ال80 سنه اخذت الماجستير من كليه الاداب. دي حاجه جميله جدا. القاهرة. يعني انا بقول الحقيقه ست عندها 80 سنه. عايزه اقول ان هذه السيده اصيبت بالمرض السرطان مرتين وتم شفائها، خدت الاعداديه وهي عندها 38 سنه، خدت الثانويه العامه وهي في الاربعينات. دي قررت ان هي تتعلم من البدايه، لان جوزها وهي كان وهو عايش ما كانش راضي انها تتعلم، كان مانعها من التعليم عشان خاطر ولادها. وده غلط يا جماعه، اوعوا تجوزوا بناتكم وما تخلوهمش يكملوا تعليمهم. لما جوزها توفى بدات تحقق حلمها. انا بس بقول انه الحقيقه سمعتها بس على فكره دي حاجه يعني جميله ولازم يتم تكريمها. الحقيقه انا سمعت القصه دي الصبح وادتني كميه طاقه ايجابيه رهيبه على الصبح. بتعرفك ان في امل، الحياه فيها امل. ما حدش يقول راحت عليا، ما حدش يقول انا كبرت، ما حدش يقول لا اصلا انا بعد ما شاب ودوك كتاب. وخلي بالك في سن ال80 ده ناس تقول لك ايه ده انا بفتكر بصعوبه. بالظبط لا دي عامله ماجستير. ايوه دي يعني حاجه مش سهله. يعني اخذت الماجستير وهي عندها 80 سنه، فحد يقول طب هتعمل ايه بالماجستير؟ وممكن تكمل وهي تعمل ايه بالماجستير؟ ما هو الحقيقه سالوها انت هتكملي دكتوراه؟ اعتقد ان انا كفايه عليا كده. ولكن لو تبقى في العمر بقيه. انا بس بقول انه في امل يا جماعه، ما حدش يقول بعد شاب ودوك كتاب او احنا، لا يا جماعه في امل دايما احنا نحقق احلامنا. بالظبط، لازم الانسان يكون عنده هدف دائم. اوعوا تخذلوا بناتكم. طب يمكن برضو انا عايزه اتكلم معاكي في جزئيه، ويمكن المبادره بتاعتك عجبتني جدا واحنا بنتكلم على كل هؤلاء السيدات، ولكن العنف، موضوع العنف ده انا ملاحظاه مش ناحيه الستات فقط لا غير، ولكن انا بقيت الاقي العنف مع الناس كلها. يعني حتى الاطفال في الشارع في عنف، الام مع اولادها في عنف، الزوج مع مراته في عنف، الراجل مع اصحابه في عنف. ليه العنف بقى؟ انا مش بقول الكل، لا، بس انا بقيت شايفه ان هي ظاهره لا يستهان بيها. الحقيقه انا معاكي تماما، انت لمستي يعني واقع أليم. ايه السبب؟ ايه السبب؟ كتيره قوي. وما تقوليليش حاله اقتصاديه، معلش. لا يعني طبعا مش هقدر اقول انها ده جزء من بالظبط، يعني مش هو ده الاساس، لكن انا بقول حاله العنف اللي احنا عايشين فيها كلها يا رينيا، حاله الحروب. احنا بنطلع من حرب بندخل في حرب. زمان يمكن ما كانش فيه الموبايل اللي كان بيعرض كل الحاجات ومناظر القتل، ما كانش فيه على الموبايل الحوت الازرق والجيمز اللي بتبوظ عقل الولاد، ما كانش فيه التيك توك
اللي بيعملوا عليه التيك توك ده فيديوهات. انا بتمنى ان يبقى في نظره جاده من المسؤولين في الدوله فعلا ويتم غلقه من عندنا، لانه للاسف مرآة سيئه للمجتمع دي حقيقة. المصري امام العالم الخارجي، وخاصه ان في الاونه الاخيره يعني انا بوجه كلامي لكل المسؤولين بجد بقى منظرنا وحش قوي امام العالم الخارجي من الفيديوهات اللي بتتعمل على التيك توك. الحقيقه انا بضم صوتي لصوتك، وده كانت نداء على الفيسبوك، يا جماعه اغلقوا التيك توك. على فكره في دول اساسا أيوة. افلام الحقيقه وده صح، يعني انا بقول شابوه. انا اتمنى بصراحة. انه يجي اليوم اللي يتقفل فيه التيك توك، علشان مش احنا ككبار، عشان مستقبل ولادنا مأذيين. انت قلتي العنف مع الاطفال، الحقيقه العنف بقى ضد الاطفال. بقى عندنا انتشار للفيديوهات المثليه، بقى عندنا انتشار لثقافات مش ثقافتنا، عادات مش عاداتنا، كميه الحاجات اللي هو بيحاولوا يكتموا فيها نفس بعض، اللي هي الجيمز او اللعب. شفتي اللعبه اللي كانوا طبعاً. طلبه المدارس طبعاً. شفناها، يعني انا نفسي افهم الناس اللي صورت الحاجات دي ونزلتوها على مواقع التواصل، هل انتم متوقعين ايه؟ ما هو اكيد في ناس هتحاول تجرب، يعني انا فوجئت على السوشيال ميديا ان هم عارضين الحاجات دي. لا للاسف الشديد المفروض ما نعرضهاش. الحقيقه بحكم شغلي في ناس كتيره جدا بعتوا لي فويس نوتس من امهات ان ولادهم لقوهم ان هم بيجربوا اللعب دي، لعبه مريم، واللي هم يحاولوا ان هم ينتحروا او ينزلوا دم من جسمهم ويكتبوا بيه اساميهم. الحقيقه موجوده في مدارسنا. لا اللي هي منتشره دلوقتي اللي هي بتاعت بيسدوا نفسهم دي انا شفتها ولقيتهم ان هم بيشيروها كتيره جدا للاسف. ما بقول لك احنا العنف يعني انا مش عارفه مش ليه بقى مع الاطفال، العنف بقى ضد الاطفال، من الاطفال للاطفال. فعشان كده بقول ان انا دايما اقول، وقلت لك واحنا قبل الهوا، انه الموبايل ده على قد ما له وجه جميل جدا ولكن له وجه قبيح جدا. انا بسميه شيطان هذا العصر، يعني اعتقد لان احنا بقت حياتنا كلها منصبه عليه. انا اعتقد ان الشيطان اللي ربنا خلقه واقف بيتفرج على الشيطان ده وبيسقف له، يعني هو مش محتاج يعمل حاجه. هو عمل اللي الشيطان مش قادر يعمله. لا خلاص، الوسوسه او الحاجات دي كانت حاجات بسيطه، لكن الشيطان بتاع هذا العصر اللي هو الموبايل والفيديو جيمز والتيك توك وكل الحاجات والفيديوهات الاباحيه ومواقع الاباحيه اللي هي السبب الاول للطلاق في مصر، كل ده اعتقد ان الشيطان قاعد بيسقف كده. والله احنا غلبناه. احنا غلبناه بالتكنولوجيا. للأسف. يعني بدل ما التكنولوجيا بتخدمنا اصبحت التكنولوجيا هي السلاح اللي بيحاربنا واللي بيغير بدل عاداتنا. ما بناخد منه الجانب الحلو اللي هو التكنولوجيا والمعلومات، وان احنا نتثقف وناخد كورس اونلاين ونطور من نفسنا، للاسف بقى فيه جانب سيء جدا. فعشان كده بقول لك لا. طب ازاي نقدر نتصدى، يعني من وجهة نظرك ازاي نقدر نتصدى للعنف اللي بيحصل؟ لانه مش عارف اتجاه المرأة بس، صدقيني طبعا هو اتجاه يعني كل حاجة في المجتمع. لا انا عارفه. اول حاجه يا رينيا اللي احنا بنعمله النهارده اللي هو ايه؟ الرساله الاعلاميه، احنا نتكلم التوعيه. ايوه، احنا ما ندفنش راسنا في الرمل، اي مشكله عندنا نواجهها ونتكلم فيها زي ما انت بتقولي كده. واحنا كلنا قاعدين في بيت العيله بنقول مشاكل بيت العيله، احنا بنتكلم في احنا متعودين دايما على كده بالظبط من خلال برنامجنا. وانا بحترم جدا بيت العيله، عشان كده بحس انه بيتي التاني ان انا بتكلم فيه على مشاكل. بيتك ودايما بتشرفيني يعني بجد. انا سعيده ان احنا فتحنا الموضوع مع بعض، وسعيده بيكي جدا، وبشكر ضيفتي العزيزه اللي نورتني النهارده دكتور اماني عبد الفتاح، استشاري العنف الاسري وخبير قضايا المراه العربيه من مركز اعداد القاده. بجد سعدت بيكي جدا ونورتيني، وباذن الله نلاقي فعلا نتائج فعاله ونبتدي نغير ان شاء الله. ان شاء الله البدايه من عندكم ان شاء الله. اكيد. شكرا يا ريدي، ربنا يخليك. لسه فقراتنا ما انتهتش. زميلي العزيز هشام هيكلمكم النهارده عن ارشادات السلامه وقت الزلزال، وضيفي العزيز المهندس طلعت بهلول خبير السلامه المهنيه. خلينا نروح مع بعض الفاصل ونرجع لكم تاني.